مساء النور البنات، رجعت لكم من جديد باش ما تقولوش انا تنوجد غير الكريمات للبيع. انا ايضا تنوضع وصفات سهله في البيت ديالكم. غير وجدوا ريقه. هذا تونيك طبيعي منعش ساهل، كيخلي البشره يعني تيفيق البشره، تنشط الدوره الدمويه، كيخلي الوجه كيبرق بلا ميكاب. وجدي الورقة والقلم ولا سجلي الفيديو وبقى معايا حتى الاخر. غادي نقول لك حتى كيفاش غادي تطبقي مع الاستعمال اليومي. يتملك الترطيب وهو الخيار. بشرط واحد الخيارة عصرتها وحصلت على الماء ديالها. الثاني اللي هو النعناع، طحنته فواحد شويه ديال الماء. النعناع مهم جدا لتنشيط الدوره الدمويه في البشره، تيعطي واحد الاحساس بالانتعاش في واحد الثواني، تحس بواحد الانتعاش في البشره ديالك عفوا. تعطي واحد النضاره للبشره وتعاون في شد المسام اللي تتكون مفتوحه. يعني كثير من السيدات تيتشكاو مسامات مفتوحه، مهم جدا النعناع في هاد شد المسام. هاد التونيك ديالنا تنحاول نقول فيه كل مكون، علاش اختاريته بالضبط، باش نعرفوا القيمه ديال كل حاجه دخلناها. هضرنا على الخيار انه ملك ديال الترطيب، تيرطب البشره، تنقص الانتفاخ خصوصا في الهالات السوداء، وتعطي احساس منعش بزاف. فيه مضادات اكسده، يساعد على تهدئه البشره الحساسه والمتهيجه. دابا هضرنا على فوائد النعناع، وغادي نضيفو واحد المعلقه كبيره ديال جل الوفيرا. جل الوفيرا واحد الترطيب، تعطي للبشره واحد الاشراقه هائله، على التئام الجروح الصغيره والحبوب اللي تتكون في البشره. تيخلي البشره حتى تشرب داك التونيك بحال واحد الاسفنجه، يعني بحال واحد البونج، تيعاون البشره باش تشرب داك التونيك ديالنا. هذا التونيك اللي طبيعي 100%، تيعالج، تيخلي البشرة مشرقة، وتيعاون على الانتعاش ديالها وتنشيط الدورة الدموية ديالها. راه تنحضروا دابا تونيك ماشي تونر. فرق ما بين التونيك والتونر: التونيك هو اللي عمل على تنشيط الدورة الدموية في البشرة والانتعاش ديالها، عكس التونر اللي تعمل على تهدئة البشرة. ندوزو لهاد المكون اللي هو مهم جدا في هاد الوصفة، وهو مقطر البابونج. مقطر البابونج هائل كتونيك، هائل كتونيك، لأنه تينقي البشرة وتينقص الالتهابات، تيهدأ البشرة الحمراء. مهم جدا لأصحاب اللي عندهم الوردية. كذلك هو تيعالج الحبوب، وزيادة على هادشي كامل كيعطي واحد الإشراقة مهمة وطبيعية للبشرة ديالنا. نضيفو منه 4 ديال المعالق. ندوزو للمكون الآخر اللي هو ماء الورد أو ماء زهر، خاصة هذا الموسم ديالو، يعني حتى ماء زهر رائع لترطيب البشرة بعمق. غنضيف من ماء ورد 2 معالق، لكن إلا كان عندي ماء زهر ندير حتى 3. مهم جدا للترطيب. نحركوا الجميع حتى يتجانسوا لنا هاد المكونات. هذا تونيك طبيعي 100%، سهل منعش. فوق من هادشي كامل نتيجته تتشوفيها من اول اسبوع، غادي تلاحظي الفرق في البشره ديالك. المكون الاخير هو اختياري، يعني الا كنا غادي نخدموا هذا التونيك بشكل يومي لمده 5 ايام فقط، غادي نوضعوه في الثلاجه ونستعملوه بشكل يومي. لكن اذا كنا بغينا نحتفظوا به اطول مده ممكنه، غادي نزيدوا فيتامين او. فيتامين او تنعرفوا هو مضاد للاكسده، تيحارب يعني الكثير والكثير من الاشياء اللي تتفسد لنا التونيك او اي ماده او اي كريم بغينا نحتفظوا به. لذلك انا زدت فيتامين او باش نحتفظ به لاطول مده ممكنه. نخلطو مزيان، لان الفيتامين او تيخصو يتخلط مزيان باش يحافظنا على التونيك ديالنا. طريقة الاستعمال: كل صباح أو قبل النوم غادي نرشو التونيك ديالنا أو واحد القطعة ديال القطن، نبلوها وبالتونيك ونمروها على الوجه، الرقبة بلطف.
ما نغسلوش الوجه ديالنا من بعد، نخليوه حتى يشرب التونيك مزيان، وعاد نطبق الكريم النهاري او الكريم الليلي اللي متعوده عليه. غتكون البشرة ديالك خدات ترطيب، تنظيف وانتعاش في كل خطوة. إذا عجبتكم الوصفة خليو لي تعليق، لايك، وشاركوا الفيديو مع صحاباتكم. قولوا لي شنو التونيك اللي جربتوه وعجبكم. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، بصحتكم وجمالكم.